السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا جماعة؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. بتعيش حالة فراغ عاطفي بسبب انك مصر تقفل قلبك في وش اي محاولة حب او اي حد بيقرب منك. ممكن يكون الشخص ده بيحبك ومشاعره كويسة ليك، وممكن تخسره. حاول تفكر وما تسمحش لأي تجربة وحشة مريت بيها انها تأثر عليك بالطريقة دي. انت في حاجة انك تبعد عن جو المشاحنات، ركز قدر الامكان في شغلك، خاصة انك ممكن تترقى في الفترة اللي جاية. انشغالك بأي حاجة تانية بعيد عن شغلك ممكن يضر مستقبلك. انت محتاج انك تعتني بنفسك بشكل اكبر من كده، لانك بتحس بوجع في جسمك على طول، بيخليك دايما حاسس بالتوتر والقلق. بإذن الله انت هتحقق نجاح كبير في مجالك، هتلاقي تقدير من صحابك بعد وقفتك النبيلة معاهم، وهتبقى في نظر الناس كويس جدا. انت ما بتحبش اليأس، عندك قوة صبر وتحمل شديدة جدا، بتساعدك على الانتظار عشان تحقق أهدافك وأحلامك اللي انت مستنيها. كمان معروف عنك حبك الشديد لشغلك، وبتشيل المسؤولية. ركز على الأسئلة والتفاصيل، وكده انت بتخلي المشاكل تزيد. مفيش وقت للمشاكل، لازم تهتم بشغلك أكتر، لأنك الأيام اللي جاية بإذن الله على موعد مع مفاجآت كتيرة. نيجي بقى للي بعد كده. انت مهمل جدا في صحتك الايام دي، حاول تعمل فحوصات وتحاليل شاملة عشان تطمن على صحتك، لانك بتحس بالتعب والارهاق وجع الظهر. ما تحاولش تجازف بصحتك، لازم تروح لدكتور. بالرغم من المشاكل الكتيرة اللي انت بتمر بيها، احنا في البداية اتفقنا هنقول الحاجة الحلوة، نبتدي بقى. بالرغم من المشاكل الكتيرة اللي انت بتمر بيها دي، بس انت هتتحكم فيها. ربنا هيرزقك بدل تعبك، هيراضيك على كل اللي انت مريت بيه من مشاكل وهموم. كل اللي عليك انك تصبر وتقول يا رب. بتقدر تخبي حزنك بسهولة جدا. اي شخص بيقابلك بتضحك قدامه، لكن جواك حاجة تانية خالص. بتبقى قاعد مع ناس تضحك وتهزر، تروح النكد بيمسكك، الهم بيمسكك، الحزن بيمسكك، بتفضل باصص في التليفون بالساعات، لكن انت مش مركز في التليفون، انت سرحان. لو اتفرجت حتى على التلفزيون برضو سرحان. دايما تنسى انت كنت عايز تقول ايه، تقول لما صلى على النبي انا كنت عايزه اقول ايه. دايما بتنسى ليه؟ من كتر الضغط والتفكير اللي انت فيه، مش قادر تفضل تفكر، تكرر، ما بقتش عارف تعمل ايه. بتحس بوجع في بطنك الايام دي لانك بتاكل اكل مليان دهون، وده اللي مأثر عليك. امشي على نظام غذائي صحي عشان الموضوع ده ما يكبرش. كمان حاول تدرس امورك وافهمها كويس، فكر في قراراتك الاول، اتأكد منها بهدوء وصبر، واوعى تستعجل عشان ما تندمش. خليك حريص انك تصبر، واي فرصة تجيلك خليك حريص انك تستغلها. واستفيد منها بذكائك وثقتك في نفسك. طموحك وخططك لمستقبلك فكر فيهم بشكل كويس جدا. نيجي بقى للحاجة الحلوة، حبة كده وحبة كده. انت بتحب الخروج والسفر والمغامرات الجديدة، بتهتم بأهلك كويس جدا، بتحرص على انهم ينظموا وقتهم وأولوياتهم. كمان فيك ميزة كويسة، لو قابلك اي حاجة وحشة او مشكلة او اي حاجة كده بتنتبه ليها، ولازم تفكر في حل ليها. بتحل المشاكل بسرعة. كان في خلاف بينك وبين شريكك من كام يوم، عشان كده انا بقولك خده وروح مكان للاستجمام او عشا رومانسي. اليوم مناسب عشان تروح تصالحه واتكلم معاه تنهي الخلافات، عشان انت الايام اللي فاتت كنت دايما عصبي ومتوتر، وده هيأثر على صحتك بشكل سلبي. اخلص من العصبية والتوتر دي بالرياضة، تمارين الاسترخاء قبل ما تبدأ يومك. وحاول تكتر من أكل الخضار والفاكهة لأنها مفيدة لصحتك. الأيام اللي فاتت دي انت كنت مركز في وضعك المهني والمالي الأيام اللي فاتت، فده مخلي شريكك متضايق انك مش واخد بالك منه. كمان في مشكلة تانية، انت دلوقتي في مشاكل بخصوص الفلوس. من البداية انت في وقت
اختيار. هتصالح حبيبك وتاخده وتفسحه وكان بها، مش هتصالحه كان بها برضه. المهم في الاخر انت هتصالحه. انت بتحاول تغير طريقتك واسلوبك عشان شايف شريكك عايز يتحكم فيك شوية. بتحاول تاخد حقك. بتعرف كل واحد حدوده عموما. بقيت بتغير معاملتك مع الناس. هتواجه اي حد انت كنت عارف انه اتكلم في ظهرك في حاجة هتعرفها وهتتضايق منها، وكمان حد معين هيعاتبك، حد قريب منك. في فرحة وراحة او سفر، بس ياريت تبطل تفكير وقلق. بتحاول تخرج من الحاجات اللي مأثرة عليك ومسيطرة على حياتك، دايما مخليك تعبان. بتحاول تكون مستقر بس في شوية مشاكل مأثرة عليك. بتسهر، بتفكر كتير، بس ممكن يكون بسبب الحب او الشغل. بتفكر وتسهر كتير كمان، ممكن يكون بسبب تفكيرك مش مبطل تفكير في حد انت عرفت انه بيتكلم عليك والكلام وصلك، عشان كده انت زعلان جدا من اللي بيحصل. لكن حاول توازن امورك وهتاخد قرارات كويسة. انت متأثر بشكل كبير جدا في حاجة كانت تعباك جرحاك. بتفكر في الماضي. بلاش تفكر كتير، لان الفترة اللي جاية بإذن الله حظك هيدعمك، وخصوصا انك كشفت ناس على حقيقتهم. ظهر قناع الأسوأ اللي فيهم. خليهم ما يشيلوش القناع ده. خليهم زي ما هم، وانت ما تعملهمش بطريقتهم. لا، خليك انت الأحسن. ابعد عنهم وابعد عن الناس السلبيين. ما تبقاش قاسي، خليك جاد جدا. خليك مستعد انك تقضي عليهم بسكوتك بهدوءك. هما مش حابين كده، لا هما بيجروا شكلك. انت هتتحول من فترة كانت مليانة ضغوطات ومشاكل لفترة كويسة جدا. انت تدخل على فترة قراراتك فيها هتبقى سليمة جدا. هتدي لنفسك دافع قوي لتحديد هدفك. هتخلي كل واحد يقف عند حدوده يعني. هيبقى عندك طاقة وحيوية، نشاط بعد الكسل والخمول. الأمور اللي كانت مليانة صعوبات وقرارات اللي كنت بتاخدها بسرعة، لا كل ده هينتهي. هيكون عندك طاقة حلوة. طاقتك هتديك فرص. ممكن تعمل مشروع خاص بيك، ممكن يكون أساسي، ممكن يكون لتحسين المعيشة. عموما هيكون في شغل تاني، لكن بإذن الله هيبقى في نجاح. حاول انك تعمل شوية نشاط عشان انت عندك طاقة حلوة. حاول بس تدرس أمورك، ولو في حاجة صعبة حاول تتخطاها عشان ما تأثرش عليك. عندك امضاء ورق او اوراق هتخلصها على خير باذن الله تعالى. ما تخليش حد يتدخل في حياتك عشان حياتك ما تتدمرش مرة تانية. شوف انت الاحسن ليك، خلي بالك، وابعد عن الناس السلبيين. قلتها كذا مرة ليك، ابعد عنهم. وخصوصا ان هما بيحطموك. هما مش نافعين في حاجة غير ان هما يحطموك. في خير وفرحة وايام جميلة. في انتصار وفرحة كبيرة. هترد اعتبارك وكرامتك. هتنتصر في شخص معين ظلمك وشوه سمعتك وغير حياتك، بس انت تدي ضربة قوية جدا هتخليه يلف حوالين نفسه. انت معاك الخير والنصر، نيتك صافية. الشخص اللي اساء ليك خلى سمعتك مش كويسة، اتكلم عليك مش كويس، ما تعملوش حساب، ما تعملوش اعتبار. كمان هتقدر انك تتقدم في شغلك وتحقق انجازاتك اللي بتحلم بيها. في الحب حاول انك تصالح حبيبك بالنسبة للمرتبطين. وتتكلم معاه عن اي حاجة هتساعدكم على الاستقرار، واللي حصل ده ما يتكررش، وتوعدوا بعض على كده. وابعدوا عن المشاكل اللي خلتكم تبعدوا عن بعض لفترة. في الصحة، اشرب كوباية مية قبل الاكل علشان تحس بالشبع، وابعد عن الاكل الجاهز. وياريت تلعب رياضة، والأحسن رياضة المشي. في تغييرات إيجابية في كل حاجة بإذن الله، وبالأخص في العاطفة، بسبب حبك الشديد لشريكك وإخلاصك ليه، مع حرصك إنك تحسن العلاقة بينكم ومعاملتك ليه. خليك حريص على أكل الخضار والفاكهة عشان تستفيد من العناصر الغذائية وتحس بالنشاط والحيوية دايما. حافظ على صحة عينيك، وقلل من استخدامك للموبايل أو الكمبيوتر أو اللابتوب. كمان في تغييرات إيجابية لحرصك على إنك بتنام بدري وتصحى بدري، وإنك بتتناول الوجبات اليومية. خلي بالك، تقديرك لنفسك هيخلي الناس يحترموك ويقدروا اللي انت بتعمله. لذلك انت لازم تواجه اي مشكلة بتقع فيها. حاول انك تحلها بذكائك وقوة شخصيتك وجرأتك على التجارب اللي بتخليك مميز بين اصحابك. قدر نفسك واعتز بمهارتك.
لان شخصيتك مهما حصل ومهما كانت، ما تخليش حد يقل منك، او وانت ما تقبلش باقل من اللي انت بتستحقه، لانك بتقدم كتير جدا لاصحابك واهلك. خليك فاكر ما ترضاش بالاقل، اطمع في الطموح وانك توصل لاهدافك واحلامك، وما تبعدش عن الشخص اللي بيحبك لانه محتاجك تكون جنبه وتقرب منه، والامور كلها تبقى بافضل حال باذن الله تعالى. ولو كان ليك أزمة أو أي أزمة قبل كده في شغلك، فده مش معناه الفشل، لأ، ده هيخليك تبتدي من جديد. خلي حماسك وطموحك هو أول هدف في حياتك، وما تاخدش تهديدات شريكك بأنكم تبعدوا عن بعض بجد. حاول إنك تتكلم معاه في اللي مزعله، وتعرف ايه اللي مخليه متضايق منك، وتوصل لحل المشكلة دي عشان ما تكبرش أكتر من كده. وياريت تنهي الخلاف اللي بينكم. ارضى بنصيبك بشريكك لأنه ممكن يكون نعم النصيب. أي حاجة بتدور عليها هتلاقيها فيه. انت بتتمتع بصفة القيادة، بتجمع بين الصرامة والجدية والشهامة، بتحب تساعد أي حد، بتتمتع بشخصية قوية جدا وثقة في النفس، بتحب النجاح في كل حاجة، ما بتقبلش بالهزيمة. لازم تنجح ودايما تفكر في تنمية مهارتك، ومش معنى انك اتهزمت مرة هيكون كل مرة كده، لا طبعا. حاول تفكر في تنمية مهاراتك وقدراتك، لانها اتأثرت بسبب اهمالك وتسببت في تراجعك لخطوات، ودلوقتي انت حاسس ان آن الاوان هتعدل مسار حياتك. متترددش، خد خطواتك وتحرك، وهتحس بالراحة وهتحقق بإذن الله أهدافك. انت بتعاني من وجع مستمر في الدماغ وصداع مستمر، وده موضوع كبير، لازم تروح لدكتور عشان تاخد العلاج. بالرغم كمان من المشاكل الكتيرة اللي انت بتمر بيها الايام دي، بس انت تتحكم فيها. ربنا هيرزقك بدل تعبك، وهيرضيك على كل اللي انت مريت بيه من مشاكل وهموم. كل اللي عليك انك تصبر وتقول يا رب. شخصيتك بتقدر تخبي الحزن بسهولة جدا، بتبتسم رغم ان عندك كمية كبيرة جدا من الهم والحزن في قلبك، لكن عندك عقل موزون. السلام عليكم.